يا اهلا بيكم في محشي فود، والاوردر اللي قدامي ده ب 275 جنيه بس. وليه بقول بس؟ عشان هو كتير قوي قوي قوي. المطعم ده مطعم ممكن يكون مش معروف بالنسبه لناس كتير، مطعم فاتح في شيراتون اسمه البحراوي. العيش بتاعه رائع قوي. متوسطين قوي. نبدأ بإيه؟ مش عارف ده الصراحة، بس هنبدأ بيه كفتة. نايس. خليني اقول لكم مبدئيا المطعم ده بادجت بطريقة هبل. المطعم ده رخيص جدا جدا جدا. كل اسعار الحاجات اللي بتكلم عليها هتكون موجودة على الشاشة. الرز طعمه حلو، ما فيهوش اي بهارات، ما فيهوش اي، يعني هو رز حلو ساده عادي جدا، رز ممكن تعمله في اي حته. الكفته بقى انا دي اول مره اجربها، فخلينا كده ندوق كفته. وهو المطعم ده ما بيجيبش شوك، يعني دي حاجه غريبه شويه. ده طبق 8 كيلو كفته سعره 50 جنيه. الاسعار يعني هي غليت شويه مؤخرا لو انت مش واخد بالك. بالنسبه للسعر الطعم اللي انت تاخده طعم جميل قوي. طبق رز كتير. هو ده الكفتات دول 8 كيلو فعلا؟ واقعية ها؟ بس المطعم ده مش اشطر حاجه بيعملها الكفته. خلينا نروح للطبق اللي بعده. اوكي. الطبق اللي بعده بيجي بكاتشب، عيش، بطاطس، والاهم حواوشيايه متغلفه كده في فويل. ايه بقى؟ حوارات. انا اول مره اجرب منه الحواوشي. انا جربت كل الفراخ بتاعته ودي مخليها للاخر عشان عارفها كويس، ولكن خلينا بقى ندوق الحواوشي. الصوص ده شبه التوميه بس هو مش توميه، سلطه زبادي بس هو مش سلطه زبادي، هو حاجه كده غريبه شويه. طعم الحواوشي سبايسي سنه، طري مش محروق زي ما انا كنت يعني بحبه. دايما الحواوشي كده يكون في سنه محروق سنه بس في نفس الوقت طري كده، عارف يكون حته في النص، ده يعني طري قوي. خلينا نجربه بالصوص الغريب ده، وخلينا نجربه الطحينه ونقول لكم راينا. الصوص ده حوار، انا مش عارف ادوق. ادوق حته كده نغمس تغميس عادي. ده حوالي ب 30 جنيه. ده كبير قوي، ده عيش كتير قوي، ده يشبعك تشبيعه محترمه. الحوشي مش اجمل حوشي اكلته في حياتي، بس الصوص ده مع الحوشي فظيع يعني. تعالوا نجرب الطحينه. فظيع. البطاطس وحشه قوي ما جاتش خالص يعني. انا جعان. ناخد شويه كده من الكيس اللي على الشمال هنا. شيل العيش. الراجل ده كريم قوي في العيش يا اخوانا. ده هنا بقى ده صوص تاني، صوص لونه بينك كده، هنوريه لكم كمان لحظه. اوكي. الوجبه اللي بعديها طبعا انت مش فاهم ايه ده. بطاطس، رز، وشيء ما متغلف هنا. خلينا نفتحه. شايف الدخان؟ دي بقى الحاجات اللي بتعجبني. شايف الدخان؟ الباكجينج رخيص جدا. الباكجينج يعني مش حاجه جذابه تماما. بجد فظيع. بس انا نفسي اعمله هو يحط شوكه، يعني بجد هتفرق معايا قوي يعني. مش داخله يعني ازاي. الوجبه في ايدي هي ربع كيلو فيليه، ثمنها 70 جنيه. خليها بقى الفراخ دي فظيعه. المطعم ده بتاع فراخ فظيعه. نجرب بقى الصوص البينك ده بقى. بص كده، افتح لي كده. ده المفروض اللي هو شبه التوميه سبايسي، بس هو مش توميه سبايسي، هو كاتشب على مايونيز، كاتشب على توميه. هو ميكس كده غريب، طعمه سبايسي بس سبايسي حلو. انا بالنسبه لي الصوص المفضل هو هذا الشيء. خلينا نجربه الاول. فظيع. نجرب ده. عارفه اللي هو سويت اند سبايسي، يعني هو مش صور، هو سويت اند سوبر سبايسي، بس حلو قوي الصراحه. على فكره طعمهم متطور قوي مؤخرا، فعلا جميل وكريم. بيحط حاجات كتير قوي. بص معاك كام قطعه فراخ في الربع كيلو؟ واحده اللي انا اكلتها واحده كبيره، 2 3 4 5 5 قطع فراخ ب 70 جنيه. دي اكبر وجبه انت ممكن تشوف 70 جنيه من اي حد. فعلا اقتصادي بطريقه فظيعه. ندوق البطاطس يعني صعب هنا.
تفتكر الرز هنا ممكن يكون مختلف عن الرز اللي في الوجبه الثانيه؟ هو فرخه فظيع. هو الباكجينج بتاع الراجل ده يعني ما فيهوش حاجات كتير قوي، ما فيهوش مناديل ما فيهوش شوك، ما فيهوش يعني ما فيهوش اي حاجه. يعني هو الباكجينج عباره عن اطباق فوم وحاجه مرميه. مناديل لو سمحت، مناديل احذف لي اي حاجه، ربنا يخليك يا فندم. اوكي فاضل معانا وجبتين بجد بجد كريم الاكل ده يكفي ناس كتير قوي. اوكي نفس شكل الطبق، بطاطس ورز وشيء ما متغلف، يا ترى هو ايه بقى؟ اكتشف. قطعة فراخ كبيرة محترمة صدر. تمن الوجبة دي 40 جنيه بس. بصوا يا جماعة كمية الفراخ، وده مش فيديو سبونسرد ولا قايل لهم بنصور ولا يعرفوا اي حاجة خالص احنا بنعمل ايه، احنا طلبنا اوردر على الاستوديو عادي جدا، ودي كمية الفراخ اللي ب 40 جنيه اللي في الوجبة، ومعاها طمن رغيف عيش، بس هو بيجي وهو بيتوصوا بالعيش بره يعني. خلينا ندوق. كان نفسي بجد ما اكلش بايدي، يعني الموضوع معفن قوي مش طبيعية. بجد تتبيلة الفراخ مظبوطة قوي، مشوية فيها، عارف فيها حدوقية وحروقة الشوي كده، طعمة فيها طعمها فعلا جميل. تعالوا نجرب السويت اند سبايسي صوص ده، جامدة قوي قوي. وخلينا نروح لآخر وجبة معانا. بس وحشة جدا طبعا، دي حاجة معروفة. بس يا علي مش ناقصة، كفاية. اخر وجبه معانا تقيله قوي محتاج احط ميزان اقيس لكم يا جماعه الحاجات دي، والراجل هنا متوصي الباكجينج وحاطط لنا استك يعني من كتر ما البتاع تقيل عشان ما يفكش. الوجبه دي المشهوره عندهم وجبه البانيه. وجبه البانيه دي متكونه من 1 2 3 4 5 حتت فراخ بانيه كبيره هبل. دي مش وجبه تكفي شخص، وسعر الوجبه دي 70 جنيه. الراجل ده بجد يا جماعه يعني باكجينج رخيص قوي، بطاطس مش احسن حاجه، رز عادي قوي، صوصز لطيفه، طحينه مش احلى حاجه، بس الصوص اللي بتاع الفراخ ده والصوص السبايسي اند السويت ده لطيف. بس الراجل ده كميه الاكل اللي بيحطها فعلا هبل كتير قوي. يا جماعه حلو الصوص ده من اللذينه جامد. وبس كده، ده كان مطعم بحراوي. انا رايي لو انت هتروح لحاجه معينه ده ب 70 جنيه كميه تكفي شخصين مرتاحين فعلا، شخصين، شخص واحد مش هيقدر يكمل كل ده. ده بالنسبه للبانيه. برده الحلو قوي الصدور الفيليه، برده جميله جدا وكميتها كويسه وصحيه قوي. انا عامه لو بحب اكل اللي هو النهارده جيم ومش عارف ايه، فعايز كده في صدور فيليه جميله. حواوشي لطيف، كفته لطيفه، بس الفراخ عند الراجل ده وسعره مش طبيعي، سعره جامد قوي. لو انت واصحابك كده مفلتين، ده المطعم اللي انت تروح تاكل ده. بس كده احنا جامدين قوي على الفيديو. لازم تعمل لايك، امتى تحط في الكومنتس، اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، اشرح الفيديو، اشوفكم